بملامح مخيفة وباردة وبأجوبة كلها شر وحقد. ظهر ريتشارد رامانيز، ظهر قدام الناس كأخطر وأغرب مجرم بتاريخ أمريكا كلها. Why on earth would you have hurt those people? Why did you kill those people? No comments. No comments. I cannot answer at this time. وبعد سجل حافل بالإجرام انحكم عليه بالإعدام، إلا أن الحكم ما تنفذ لأن هذا الشخص بالفعل هو خادم لإبليس. ولما قالوا وقت النطق بالحكم قام وقال المجد لإبليس. كان بوقتها واعي وكان مدرك بوقتها شو اللي قاعد يقوله. وحيا يا جماعة الخير، أنا سوية سلطانة بقصة جديدة. أبدا ما أريد أطول بالمقدمة لأن هذه القصة جدا حماسية، فإذا حابب تقول قصة صار معك اكتب لي تحت بالإنستغرام وخلونا ما نطول أكثر بالمقدمة. وبسم الله نبدأ قصتنا. وأما اليوم راح أقول لك قصة المجرم يلي ظهر من بين القبور وعاش حياته خادم لإبليس، وكان يقتل ضحاياه فقط لأنه يحب القتل، ولأنه كان يحب يشوف الناس وهم بالنظرات الأخيرة وهي قاعدة تحتضر. وتخيلوا أنه يوم منقبض عليه وبعد ما انحكم إعدام تزوج مرتين داخل السجن، ولما مات على سرير أبيض، وآخر كلمة قالها المجد لإبليس. وقال بعدها سأعود مرة أخرى وسأقتل المزيد والمزيد في يوم 12/7 سنة 1982، وبالتحديد بولاية تكساس الأمريكية. بنت اسمها جينيفر وعمرها 21 سنة، ودخلت على بيتها الساعة 8 المساء بشكل طبيعي. دورت على أختها الصغيرة يلي اسمها ويدني يلي كان عمرها بوقتها 9 سنوات، ولكن صدمة انها ما لقتها، فعلى طول اتصلت بالمربية وسألتها عنها. والمربية حكت لها ان هي طلعت من البيت الساعة 7 المساء كالعادة، وودني بوقتها كانت نايمة بغرفتها. والموضوع بوقتها كان جدا غريب، وين ممكن تروح طفلة بهذا الوقت وعمرها 9 سنوات؟ وكان آخر فكرة ببالها انها تنزل وتدور عليها بالقبو. وبالفعل اول ما نزلت على القبو وبالفعل ويتني كانت هناك. ولما نزلت ولكن ما كانت هناك بشكل طبيعي، لان هناك كانت مشنوقة ومعلقة بالسقف. جينيفر وقتها صرخت وطلعت وهي خايفة وتركض بالشارع، وخبرت جيرانها ان اختها انهت حياتها. ودخلوا الجيران وشافوا الصدمة والصاعقة والجثة المعلقة. وقبل ما تيجي الشرطة الكل انصدم على أثار التعذيب اللي كان على جسد ويتني. والإشي اللي ما انتبهت لها جينيفر لما شافت جثة أختها ومن الصدمة بوقتها ما انتبهت إنه يديها ثنتين كانت تحت جثتها وهي مقطعات. ولما وصلت الشرطة وبلش التحقيق بالموضوع ما قدروا للأسف يوصلوا لأي نتيجة، غير أن في شخص دخل للبيت من الشباك المفتوح وظل مدة ساعة كاملة ويعذب بالطفلة. وبالنهاية فقدت الوعي، علقها بحبل بالسقف ورسم دائرة تحتها من الدم، ورسم نجمة خماسية داخل الدائرة، وفوق الرسمة حط ايدين البنت بشكل متصالب. وبالرغم ان التحقيقات استمرت 3 شهور الا ان ما كان في اي دليل يوصلهم لهوية القاتل، وانتهت القضية وبدون ما حدا يعرف ان القاتل هو ريتشارد رامانيز. ريتشارد يلي انولد 29/2 سنة 1960 مدينة الباسو بولاية تكساس، وكان عايش حياته في صغره، وكانت الحياة مش مستقرة أبدا، مليانة باضطرابات كانت من نفسية أو عقلية. وفي فرضية بتقول إن ريتشارد كان مجرم بسبب خلل دماغي وأصابه لما كان صغير، وهذا الإشي صار نتيجة عوامل كثيرة يلي تعرض لها بطفولته، مثل أن العيلة عانت من العنصرية وبتنمر جدا كبير. ولكن بعض المحققين والباحثين في السلوك الإجرامي قالوا أن هذه مجرد قصة اخترعها المجرم. قالوا لأن المجرمين اللي مثل هيك بيخترعوا مثل هذه القصص عشان يبينوا للناس أنه هو بريء. والغريب بالموضوع أن لعبة ريتشارد نجحت، صار في كثير ناس متعاطفين. السبب الرئيسي يلي يخلي ريتشارد مجرم لأنه في الصغر تعرض مرتين لإصابات قوية بالرأس، والأولى لما كان عمره 2 وقعت عليه خشبة كبيرة، ولما وقعت عليه الخشبة نقلوه على المستشفى بأثرها، وصار تخريب بأجزاء من الدماغ، وصار عنده قصور بدماغه، وحتى يوم كان صغير صار عنده تأخر بالنطق. ولكن بعدها تكلم وكانت أموره جدا طبيعية. السبب الثاني والمثبت لأنه يوم كان عمره 6 سنوات كان يلعب بالحديقة بشكل طبيعي، ووقع وهو قاعد يلعب على راسه وأغمى عليه على أثرها وفات بغيبوبة، واستمرت الغيبوبة لمدة 2 أسبوع. لما صحي بعديها ظل هذا الموضوع ملازمة حتى صار عمره 13 سنة. والمثبت علميا انه فعلا هذول الاصابتين سببوا له بعض المشاكل في بعض الاجزاء بدماغه، وكل هذا إلها تأثير نفسي حاد جدا على مشاعره وعلى نفسيته، مثل انه يفقد شعور الندم ويكبر على الحقد والكره والشر. وطبعا ومن المنطقي والطبيعي انسان بهذا الدماغ انه يكون عنده كمية كبيرة من الكره اتجاه البشر، ولكن في ناس كثيرة
انتقدت هذه النظرية، ولكن الحين لازم اني اوضح لكم شو سوى في جريمته الثانية. وهذه الجريمة صارت يوم 28/5 سنة 1984. صارت بقرية، وهذه القرية تابعة للوس أنجلوس اللي موجودة بكاليفورنيا. بهذا اليوم كان في سيدة اسمها جيني وعمرها 29 سنة، نايمة ببيتها بشكل طبيعي وفاتحة شباك غرفة نومها. وريتشارد تسلل للبيت، صار يدور جواته على شيء يسرقه لمدة ساعة كاملة، وظل يدور هناك لمدة نص ساعة، ولكن ما لقى أي شيء مهم حتى يسرقه. وفكر وقرر انه ما يطلع من البيت بدون ما يسوي شيء غلط، ورجع على غرفة النوم وحط المخدة على وجه جيني وبلش يطعن فيها، وخلال 3 دقائق فقط كان طاعنها 186 طعنة. وطبعا من كثر الطعنات صار في بركة دم، وبدمها رسم النجمة الخماسية على مخدتها وكتب المجد للشيطان، وبعدها كتب شكرا مايك. واعتبروا هذه الجريمة هي هدية لمايك. على حسب تصريحاته لريتشارد قال إن إلى فضل إن مشاه بهذا الطريق الصحيح، ولكن السؤال شو اللي سواه مايك حتى خلى ريتشارد يمشي بهذا الطريق؟ مايك هو جندي أمريكي سابق من أصل مكسيكي، مضى فترة خدمته اللي كانت إلزامية كلها بفيتنام. الرجال هذا سوى جرائم هناك ما بتخطر على بال بشر وما بتصدق، قتل وحرق وسرق شغلات كثير غيرها، كل شيء كان موثقة بصور تذكارية، وكمان زيد عليه الفيديو. لما رجع على الولايات المتحدة كان عمر ريتشارد بوقتها 10 سنوات، وكل يوم بالليل كان يقعد مايك مع الطفل ريتشارد ويقول له شو اللي كان يسويه في فيتنام، وكان يفرجيه صور وفيديوهات لجرائمه. طبعا ما راح تلاقي اي اثر للفيديوهات في العالم، وتخيل انه كل هذه الاشياء كانت تنعرض على طفل عمره 10 سنوات، وعلى أساس أنها هي أعمال بطولية. ومو بس هيك، صار يدربه على حمل السكين، كيف يستخدم أسلحة ناعمة. كل التدريبات اللي كان يدربه إياها كانت تصير على الحيوانات. ريتشارد قال بوقت المحاكمة أن عذب بطفولته فوق 1000 حيوان. وتخيلوا نهاية العلاقة بين الطفل ريتشارد الصغير وابن عمه مايك كانت لما مايك قتل زوجته قدام ريتشارد، وكان السبب جدا سخيف. وبوقتها ساحب مسدسه ضربها بطلقة على راسها على طول، ودماءها عبى وجه ريتشارد ومايك. وتخيلوا أن أول كلمة قالها مايك بعد ما قتلها، قال مايك لريتشارد الآن أصبحت رجل، وأخذ منه وعد إنه يسوي نفس ما سوى، يسوي كل هذه الأشياء لما يكبر. المهم إن مايك انسجن، وريتشارد انتقل ليعيش مع أخته، وأخته كانت متزوجة من واحد اسمه روبرتو. وروبرتو كان له دور كبير بإنه يتحول ريتشارد من مجرم إلى مجرم يخدم ويعبد الشيطان. وعلى قد ما أثر بريتشارد كمان أهداه الجريمة الثانية. هذه الجريمة صارت يوم 27/3 سنة 1985. بهذا اليوم ريتشارد راقب بيت البنت اسمها ماريا هيرانديز، وعمرها 22 سنة، واستناها لحد ما رجعت من شغلها. وأول ما دخلت بسيارتها على الكراج دخل وراها، وأول ما فتحت باب سيارتها ونزلت ظهر من وراها وكان معاه مسدس، وطلب منها أنها تقول المجد للشيطان. وبعد ما قالت الجمل كلها قال لها أن الآن أقدر أقدم روحك قربان للشيطان. رفع مسدسه وضرب عليه النار، ولكن قدر الله أن البنت ظلت عايشة وما انصابت بأي أذى. واللي صار إن ماريا كانت لابسة إسوارة بإيدها. يوم رفع مسدسه ماريا بشكل لا إرادي رفعت إيدها، أول ما أطلق النار إجت الطلقة بإسوارة ماريا، ورصاصة يوم إجت بالإسوارة تغير مسارها. ولكن البنت بوقتها من الضغط والخوف وقعت بأرضها، وبينت لريتشارد إنها هي ميتة. وبالوقت هذا الخادمة اللي كانت عندهم كان اسمها دالين، وكان عمرها بوقتها 43 سنة، وكانت بوقتها سامعة كل إشي. راحت وتخبت بواحدة من الخزائن يلي بالمطبخ، وريتشارد كان يعرف إنه في خادمة بهذا البيت، ودخل عشان يدور عليها، ودور كثير وما لقاها، وقاعد بهدوء بالممر الموجود بين الغرف. انتظرها لمدة 10 دقائق. لما فتحت دالين الخزانة وطلعت وجه مسدسا للمطبخ وظل قاعد بمكانه. وأول ما مدت دالين راسها وطلعت من المطبخ وقال لها كلمة غريبة، بينجو، وأطلق عليها النار. بعد يرسم من دمها رموز وأشكال غريبة جدا، وآخر شيء كتب إهداء إلى روبرتو، وكتب تحتها شكرا يا صديقي. وطلع من البيت وشاف قدامه إشي لا يصدق. شاف ماريا وهي قاعدة تركض بالشارع وتصرخ، واكتشف وقتها انها ما ماتت. وحاول يلحقها بالاول، ولكن لاحظ انها هي قاعدة تصرخ، وبوقتها طلعت الجيران. فهو بوقتها هرب واختفى ما بين الشجر، ظل يركض لحد ما تعب. ولما وصل للشارع وقف بنت كانت ماشية بالطريق بسيارة
اسمها تاسان ليان، ونزلها من السيارة، رماها على الأرض، وسحب مسدسه وأطلق عليها النار على راسها بنفس أسلوب ابن عمه مايك، وأخذ السيارة وهرب. وريتشارد كان يقول إنه باللاوعي كان يقتل الناس مثل ابن عمه مايك، رصاصة بالرأس، وكأنه تلميذ قلد معلمه كل خطوة يسويها. ولكن خلينا بالسؤال المهم، ليش لما قتل الخادمة دارين كتب تحتها إهداء إلى روبرتو؟ والإجابة لأن روبرتو هو اللي يعلمه كيف يتسلل لبيوت الناس، وكمان علم السرقة، وكمان علمه الرموز الشيطانية وطقوس كمان وثنية. وزيد على هذا انهم كانوا يسهروا بالمقبرة، ولما كانوا يسهروا بالمقبرة الاغاني اللي كانوا يسمعوها اللي هم عبدة الشيطان. ريتشارد بعد ما قتل تسان والخادمة اختفى لمدة اسبوعين، ظل قاعد بهذا الاسبوعين بالمقبرة، وكان يقول خلال قعدته بالمقبرة في شيء قال له انه لازم يقتل ناس اكثر، ولكن هذه المرة يرسم على جسمهم نفس الرموز اللي كان يرسمها على الدم بالأرض. الإشي المتغير إنه ما يرسم رموز هالمرة على الأرض، لا، يرسمها على أجساد ضحايا. وأول ما طلع على مقبرة راح على بيت قريب من المقبرة،